البطيخ والجبنة قصة عشق لا تنتهي. تلاقي البطيخة كده بتنادي طبق الجبنة اللي جنبها في التلاجة وتقول له تعالى اطلع معايا هنتفسح سوا على سفرة الجماعة، ويجوا ومعاهم رغيفين مقمرين. والله حتى لو ما جبتش الرغيفين المقمرين دول، رغيفين البلدي دول ممكن تستغنى عنهم خالص، تاكل كده الجبنة والبطيخ وانت قلبك جامد. بس تخيلوا بقى ان الجبنة والبطيخ اللي بتطري على قلوبنا في الصيف هي بتشعل نار وفتيل المقاومة. أيوة، زي ما بقول لك كده. تعال أحكي لك. في سبعينات القرن الماضي كانت ألوان العلم الفلسطيني بتسبب فوبيا، وانتوا فاهمين ليه والمين. المهم انه كان ممنوع منعا باتا وجود الالوان دي في اي مكان، ومش من بعيد من قريب شفنا حاجات مشابهة للي انا بتكلم عنه، وبالفعل تم ذكرها عن طريق الكتاب الفلسطينيين اللي كان منهم واحد وهو الكاتب سليمان منصور. وقدرا تصادف